اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ النهارده نزلت السوق، بس نزلت بقى قبل المغرب بساعه كده. جبت شويه خضار، بس الخضار بقى كان نزل شويه، ما بتنزلي متاخر شويه. بتلاقي الخضار نزل وكده في السعر. نزلت بقى جبت شويه خضار، بس مش من السوق ذات نفسه. السوق فيه منافذ كده اللي هي بتبقى على الطريق وكده. المنافذ دي في منفذ جنب السوق، فالخضار بتاعه الصراحة يا بنات رخيص جدا. بيبقى رخيص اخر النهار كده عن السوق وكده. فطبعا انا نزلت متأخر، فملقتش اللي هو قدامي بقى وكده. دخلت لقيت الخضرة زي بره الاتنين ب5. انا جايبه الاربعة ب10. وجبت بامية، كان فيه ب50 وكان فيه ب40. وببص على دي وببص على دي، لقيتهم الاتنين زي بعض. الصراحة جبت دي بالكيلو ب40. كان لسه في شوية صغيرين عايز يوزنهم لي وكده، وقال لي خديهم وكده. قلت له لا، انا هاخد كيلو بس على قد الطبخ. هنا برضو الطماطم كان فيه ب5. الطماطم حلوة وب5 وكده. جبت منها جبت 2 كيلو لوحدهم و2 كيلو لوحدهم. جبت ب20، 4 كيلو. ما هيش وحشة وجامدة وماسكة نفسها، بس ب5 جنيه. برضو لقيت برضو الخيار كان ب5. جبت كيلو واحد بس عشان احنا في الحر. جبت كيلو واحد. دي الشنطة التانية. انا جايبة 4 كيلو طماطم. هي طماطم حمرا وجميلة ومش غالية. هنا الليمون لقيت الكيلو ب20 برضو. جبت نص كيلو ب10 جنيه. انا بجيب على قد الاسبوع 10 ايام، والحاجة تخلص انزل اشتري، عشان احنا بالحر وكده الخضار بيبقى في التلاجة بيبوظ مننا. فلازم نجيب على قدنا، وبعد اما الحاجة تخلص ننزل نجيب عادي. كل اسبوع عادي نجيب حاجات بسيطة على قدنا، عشان الحاجة بتبوظ وكده في الحر، فخسارة. انا جبت الفلفل جايباه ب5 والله. جايبه كيلو خيار ب5. الكيلو فلفل ده، كيلو خيار ده ب5، والكيلو الفلفل ب5. والطماطم جايبه الكيلو ب5، جايبه 4 كيلو. يعني جايبه كيلو فلفل وكيلو خيار ب10 جنيه. الكيلو ب5. والطماطم 20 جنيه، 30 جنيه كده. والليمون 10، 40 جنيه. اللهم صل على النبي. والبامية ب40 جنيه، يبقى كده 80 جنيه. التفاح ده بقى اللي هو مش المصري ده. فجبت الكيلو ب30 جنيه. حاطط تسعيرة كده، الكيلو ب30 جنيه. هو حلو وما كانش وحش ولا مستوي ولا حاجة، فجبت كيلو ب30 جنيه. كده 80 و30، 110. البطاطس ب10 جنيه. انا جبت 3 كيلو ب30 جنيه، يبقى كده 140 جنيه. 3 كيلو يبقى كده 140 جنيه. وجبت كمان هنا بقى، واحنا واقفين كده بنفتح الحاجة مع بعض. ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا البصل فيه ب7 جنيه وفيه ب10 جنيه الصراحة. فانا جبت ابو 7. قعدت بتنقي واحدة بواحدة، في منه ابيض وفي اصفر. فجبت البصلاية كبيرة، وجبت منه وسط وجبت صغير. الكبير بنعمل منه المحشي. جبت بصلتين. الصغير اللي ممكن نقطعه جنب فول، جنب اي حاجة عايزين ناكلها وكده. الوسط اللي بنطبخ بيه. وجبت التين ده، جبت كيلو منه. الكيلو عامل 40 جنيه. يعني احنا الوقت 140 والتين 40، يبقى 180. حسبتنا كده 180 لغاية دلوقتي. العنب جايباه ب40 كيلو، 180، يبقى 220. بقول لكم هنا جبت 3 انواع فاكهه. باسم انت جبتي مثلا كيلو عنب، كيلو تفاح، كيلو تين. يعني ايه الفاكهه غاليه، نجيب نوع
ونوع ونوع او نوعين يخلصوا. اما السوق الجاي اللي انت ما جبتوش السوق ده نجيبه السوق الجاي، يعني نغير لهم كل اسبوع مثلا كل 10 ايام زي ما بتنزل. هنا بقى السمك كنت جبت كمان الكيلو سمك ب80 جنيه، جبت ب110. يعني الحسبة على بعضها كلفتني 330 جنيه او 340 جنيه. ما خدوش يعني 330 جنيه انا نزلت جبت بهم، يعني ما صرفتش كتير ولا حاجة، لان الاسعار كانت متهاودة وكانت نازلة والاسعار كانت حلوة احسن ما بننزل السوق. يعني انا اكتشفت ان السوق ده الصبح ده الحاجة بتبقى غالية وكده، فانا ما بنزل المنصورة بقى قرب المغرب بخش المنفذ ده حاجته حلوة والله، والناس كلها بتقف عليه. فلازم نمشي امورنا يا بنات عشان الحياة تمشي وكده ونقدر يبقى معانا اخر الشهر مصروف نمشي بيه. وممكن ما ننزلش كل اسبوع، الحاجة دي تكفينا. الفاكهة طبعا مش هتقعد 10 ايام على بعضها ولا اسبوع، العيال بياكلوا منها وكده. فالحاجة التانية بقى تقعد مثلا ممكن تقعد اسبوع 10 ايام كده. هنا فرغت العنب في شيالة الفاكهة وحطيت جنبها كيلو التفاح والكيلو التين. هنجيب برضو العدلية السمرة ديت، هنحط الطماطم مع بعض فيها كده، هنفرغ الطماطم ونحطها في التلاجة. هنا بقى بحط الطماطم في التلاجة وببقى ابدا اخد الطماطم المستويه الاول، لان لو سبت الطماطم اللي هي مستويه على الطماطم الجامده هتبوظها مننا وهتبوظ مننا كلها خساره. هنا بحط الكيس التاني الطماطم، وناخد بالنا بالحته دي يا بنات، الطماطمايه المستويه ناخدها في قلب الطماطم اللي احنا هنضربها. الطماطم حلوه والله الايام دي رخيصه وحلوه مش غاليه، انا جايبه الكيلو ب5. فما انت تجيبي مثلا لو انت بقى معاكي متوفر معاكي فلوس وكده وعايزه تجيبي مثلا تسبكيها، هاتيها طماطم حلوه هتسبكيها ترمي معاكي كام كيس. هنا خدت الطماطم، هفرغ برضو البطاطس والبصل. هجيب كده، هنا هجيب البطاطس بقى افرخها والبصل بفرغه لوحده عشان ما يبوظوش مننا. فالبصل لما تجيبي كمية على قدك فما تخلص تجيبي تاني، لكن لما تجيبي وكده وتركنها هتبوظ. هنا البطاطس فرغتها اهي. البطاطس حلوة في البيت، طيب محمرة منها شيبسي بتعملي صينية بطاطس موجودة معاكي يعني وكده في البيت. البطاطسية ديت القشرة بس اللي هي على الوش دي، القشرة بس هي اللي ايه معمقة سنة كده دبلانها. لا حاول انا هستخدمها على طول عشان ما تبوظش. هنا بقى احط جيت احط البصل وكده، قلت لا احطها بقى في بتاع ايوه هنا حطيت البصل يا بنات ابيض واحمر مع بعض كده. هنا بحاول برضو اشيل القشر منه وكده ننضف عشان ايه ما يستواش مننا ويبوظ. فهو كده كده مش هيقعد اصلا. انا بجيب مثلا 2 كيلو ونص على عشان الجو حر ما يبوظش